تركز معايا كويس جدا في الفيديو ده، واوعدك باذن الله هتطلع من الفيديو ده مبسوط وقادر تحل اي مشكله بتواجهك انت وبتعمل اكونت في او 3. تمام. كل اللي انا عايزه منك لو بتتابعنا اول مره تدوس لايك وتشترك في القناه، ويلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد حسنين ودي قناه احمد اي. النهارده مع بعض هنتعرف على حل اغلب مشاكل في يو او 3، وهنتعلم مع بعض بعد ما الطريقة الأولى اتقفلت وظهرت طريقة جديدة إن هو لازم بيطلب مني فيزا وإيميل جامعي. نتعلم مع بعض إزاي نجيب إيميل جامعي، ونتعلم مع بعض إزاي نجيب الفيزا ونحل أغلب المشاكل اللي بتواجهنا. كلام جميل. ومش عايزين نطول في المقدمة وبدون أي مقدمات، يلا بينا كده ندخل على الشرح ونحاول نكريت أكونت مع بعض ونشوف إيه المشاكل اللي هتواجهنا ونحاول نحلها. يلا بسم الله. تمام، أنا أول حاجة بعمل تسجيل دخول للجيميل بتاعي وأنا فاصل الفي بي إن. بعد ما فتح معايا الجيميل هشغل في بي ان، اي في بي ان عندي مش هيفرق. انا بستخدم هوكس في بي ان. هفتح هوكس واختار يونايتد ستيت واحط الكابتشا كود دي. تمام. وهعمل كونكت، هستناه يتصل معايا. تمام، هو كده اتصل. هخش على طول على رابط الطلاب. هيفتح معايا العرض على طول بدون اي مشاكل. كلام جميل. حلو، هدوس تأكيد على حالة الطالب دي. هيطلب مني ايميل جامعي، هروح على الموقع. بيوفر لنا ايميل جامعي عادي. هسيب لكم الموقع في الكومنتات. هاخد اللينك بتاعه كوبي، او ال- الايميل كوبي، واعمل تاكيد. هيبعت لي كود. هستنى الكود يوصل. عشان الناس اللي بتسال برضه، هو الايميل الجيميل ده انا هحتاج تسجل دخول بيه بعد كده؟ لا، انت مش هتحتاج تسجل دخول، بس ممكن تحفظه عندك في تكست، ممكن تحتاج. هتخلي الايميل الجيميل ده مجرد بس انت بتاكد عليه، يوصل لك كود وتاكد عليه، لكن بعد كده لما تيجي داخل او طالع مش بتستخدم غير الجيميل والباسورد بس. تمام. بعد كده بعد ما اكدت الجيميل الاكونت الجيميل بتاعي، بدوس على بدء الفتره التجريبيه. وهنا بيطلب مني ايه؟ وسيله دفع، يا اما باي بال، يا اما كاش اب، يا اما دفع بطاقه دي اللي هنستخدمها، يا اما استخدام الرمز، يا اما الدفع عبر الهاتف. كلام جميل. طب الباي بال بتاعي، لو انا جيت استخدم الباي بال بتاعي المصري هيرفض ليه؟ لان انا عامل الدوله امريكا والحساب امريكي، لان ده متاح للطلاب الامريكيين بس. فهدخل له الباي بال المصري هيقول لي خطأ، عنوان غير مطابق. كلام جميل. فانا محتاج افعل باي بال، هيبقى باي بال ايه؟ امريكا. فسيبنا من دي، وكاش اب دي اللي معاهم كاش اب. احنا مش هنستخدم غير ايه؟ ليه؟ اضافه مش هنستخدم غير اضافه فيزا. كلام جميل. هدوس على اضافه الفيزا وابتدي املى بياناتي. بعد ما مليت بيانات الفيزا بحط الرمز البريدي اللي هو 180، وبدوس حفظ. في بعض الاوقات انا بضيف الجزء من هنا مش بترد تضاف معايا، فانا عشان احل المشكله دي بعمل ايه؟ بخش على جوجل بلاي، ومن جوجل بلاي بختار الدفعات والاشتراكات. هتفتح معايا كده، اضيف الفيزا من هنا. لو بس هي الفيزا خلاص اتضافت معايا في الواجهه الاساسيه عادي. انا بقول له ما اتضافتش، هنضيفها من المكان ده. كلام جميل. تمام. كده الفيزا اتضافت معايا عادي، بس انا مش هدوس اضيفها من هنا. كده الفيزا اتضافت معايا عادي، بس انا مش هدوس تفعيل. ليه بقى؟ لان انا الفيزا دي انفعل بيها حساب قبل كده، فلو جيت افعل هتجيب معانا مشكله. حلو. بس تمام، هو بيقول لي فتره تجريبيه مجانيه لمده 15 شهر. نسيت ما اقول لكم برضو، الفيزا هنستخدمها مره واحده بس، مش هينفع نستخدمها اكتر من مره. طب انا لو عايز فيزا اجيب فيزا منين؟ بص يا معلم، لو انت مثلا في مصر فانت قدامك فيزا ايزي باي من البريد، هتجيبها من البريد وتفعلها عادي، وهتعمل ايداع فيها 150 جنيه، لانه بيحتاج يسحب فلوس من الفيزا عشان يتاكد ان الفيزا فيها فلوس. حلو. او ممكن تستخدم اي فيزا بنكيه، بس يكون فيزا مشتريات اللي هي كريدت كارد مش ديبت كارد. حلو. تمام. طب انا يا ابو حميد لو مش معايا ايزي باي ولا مش معايا فيزا بنكيه هعمل ايه؟ لو مش معاك دي ولا دي، فانت هتضطر تستخدم معايا موقع اسمه شيشة. تمام. موقع شيشة ده موقع سينا، هنعمل تسجيل دخول عليه عادي. بيانات وبريد الكتروني ورقم تليفون، تسجيل دخول روتيني يعني. حلو. هملى البيانات. هدوس عليه انشاء حساب. بعد ما بيتنشأ معايا الحساب، لما بيجي افعل الفيزا بيطلب مني رقم تليفون، وبيطلب مني ان انا ارفع له الهويه بتاعتي اللي هو البطاقه، انا ماسك البطاقه. وبيطلب مني سيلفي، انا ماسك البطاقه.
ارفع له البيانات دي عادي مفيش مشكله. بعد كده بيقول لي ادفع رسوم التفعيل، فانا عشان افعل الحساب ده لازم اعمل له ايداع كام؟ 5 دولار يو اس دي تي. فانا هجيب يو اس دي تي منين؟ سهله، بص، انت هتروح على الموقع ده اللي انا برضه هسيبه لك في التعليقات. حلو. وهتعمل تسجيل دخول عليه، هتعمل حساب على الموقع ده عادي. تمام. بعد ما بتعمل تسجيل دخول بتختار العملة اللي انت هتحول عليها، تبقى يو اس دي تي بي اي بي 20. اتأكد ان هي بي اي بي 20. تمام. وبتختار العملة اللي انت هتعمل بيها ايداع اللي هي فودافون كاش، وبتحط المبلغ. انا احط 380 هيوصلني 7 دولار وكام سنت عادي. ادوس ادخل واروح اجيب العنوان اللي هو بتاع المحفظة بتاعتي، وادوس تأكيد الدفع. هنا بيحط لي الرقم اللي انا هحول عليه فودافون كاش، وهنا بيحط لي الرقم بتاع المحفظه بتاعتي، وهنا بيطلب مني سكرين شوت. تمام. بعد ما بعمل له البيانات دي بستنى الفلوس توصل على المحفظه. مجرد ما توصل على المحفظه بتبقى معايا الفيزا دي عادي. كلام جميل. طب ماشي. طب انا يا ابو حميد ما عنديش مشكله في الفيزا، عندي مشكله ان انا بيقول لي الاكونت بتاعي اتس نوت اليجابل مهما حولت اكونت جديد او قديم. بص يا معلم، حل المشكله ده سهل، هتستخدم اوربن في بي ان. كلام جميل. الفي بي ان ده قوي بس مشكلته ان هو بطيء وأوقات كتير مش بيفتح. بس عندما فتح واشتغل معاك، مجرد ما اشتغل معاك او الاكونت بيبقى متاح وتقدر تشترك فيه عادي. طب لو ما نفعتش معاك دي، هتضطر تستخدم التليفون بتاعك. يعني انت لو معاك جيميل جديد عامله جديد وفتحت من التليفون بتاعك هيشتغل معاك عادي. طب عشان افتح من الاكونت بتاعي او من التليفون بتاعي تعمل إيه؟ هتستخدم حاجه اسمها بروتون في بي ان. تعمل عليه كونكت. بعد ما تعمل عليه كونكت هتسجل بالجيميل بتاعك، هيفتح معاك على طول ايه؟ الحساب عادي. طب احنا لو نفترض مثلا ان بعد ما ضفنا الفيزا بتاعتنا سواء حقيقيه او فيزا مؤقته محتاجين نشيلها عشان لما الفتره المجانيه بتاعتنا ال 15 شهر المجاني يخلصوا ما يتمش التجديد التلقائي. فانا هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هدوس على اداره حسابك على جوجل ومن هنا اختار الدفعات والاشتراكات، ومن هنا اخش على اداره الاشتراكات، ومن هنا اختار جوجل 1، ادوس على كلمه اداره، ومن بعد اداره هيظهر لي كلمه الغاء الاشتراك، هدوس على الغاء الاشتراك. تمام. بص هنا كاتب لي ايه بقى عشان تفهم ايه معنى الغاء اشتراك. معنى انا كده الغاء اشتراك هلغي اشتراكي فعلا؟ لا. معنى الغاء اشتراك ان انا بعد ما تخلص الفتره المجانيه مش عايز اجدد. بص بقول لك ايه، سيتم الغاء اشتراك في نهايه المده الزمنيه للفتره بتاريخ 20/9/2026 ولم يتم تحصيل اي رسوم منك بعد الان. حلو. يعني انا كده بقى هقول له يوصل لغايه اشتراك، يعني معناها بعد ما تعدي السنه خلاص مش محتاج اجدد تاني، انا اوقف لي الاشتراك. هدوس لغايه اشتراك. قدر لغايه الاشتراك بالنجاح. حسن كده انت لو ضايف جيزه لو ضايف اي حاجه مفيش اي خوف عليك خالص. خش هنا تجي لك الرساله دي برضه اللي هو سيتم لغايه اشتراك جوجل 1 في كان 20/9/2026، هو بعد 15 شهر من النهارده. تمام. طب انا يا ابو حميد بالفعل معايا اكونت في او 3 متفاعل وعايز اضيف حد معايا مثلا صاحبي مش عارف ايه بتاع. تمام. ده متاح ليك انك تضيف لحد 6 اشخاص، بس مش هياخدوا نفس المميزات. هم هياخدوا نفس المميزات بتاعت جيميناي بس مش هيبقى متاح ليهم ايه؟ في او 3. وعايزك تفهم الفرق، ان في او 3 بيديك 1000 كريدت بتتجدد شهريا، لكن جيميناي بيديك 4 فيديوهات يوميا. مش عارف بس الحد الاقصى كام، 10 في الشهر ولا ايه؟ فعشان نضيف حد معانا هنعمل ايه؟ هندوس على إدارة حسابك على جوجل، ومن هنا هنختار الأشخاص والمشاركات، ومن هنا هنختار حاجة اسمها عائلتك في جوجل. معاك لحد 6 أشخاص. هدوس بدل استخدام وهدوس إنشاء مجموعة عائلية. تأكيد. ومن هنا كل اللي أنا هعمله هضيف مثلا الإيميل بتاع أي حد عايز أبعت له ده، وهجيب الإيميل كده كوبي مثلا أو أكتبه عادي مثلا أحمد. كل اللي انا عايزه ان انا بدوس احط 6 ايميلات او ايميل واحد او واحد عادي مفيش مشكله، وادوس ارسال. تمام كده انا بعت له دعوه. الدعوه دي بقى بتوصل له على الاكونت بتاعه. مجرد ما يقبل الدعوه وياخد الاكسس بتاعتي في جيميناي. طب انا يا ابو حميد جربت كل الطرق ان اخد مثلا السنه المجانيه دي وما نفعش معايا. حلو. فانا هعمل ايه؟ بص انت قدامك حل من الاثنين. الحل الاول ان انت هتشتري اكونت جاهز وخلاص.
حلو، وما تخافش برضه فلوس مش هتروح عليك على الفاضي. لان انا باذن الله في الفيديوهات اللي جايه هعرفك ازاي تستفاد من فيو 3 وتعمل منه شغل حلو جدا يعني، يجيب لك مكاسب حلوه. سواء اذا كنت مثلا بتشتغل مثلا مسوق، او مثلا شغال بتقدم محتوى، كل ده باذن الله هقدم ليه شروحات الفتره الجايه. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش انك تكون مشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات. فالحل الاول قلت لك ان انت هتكون هتشتري حساب جاهز. تمام. الحل التاني ايه؟ الحل التاني انك تشترك شهري، يعني انت هتاخد اشتراك شهري مجاني كل شهر، وكل شهر تجيب اكونت جديد. تمام. طب هنعمل ده ازاي؟ هنعمل ده هنحتاج نفتح في بي ان. كلام جميل. وهنروح على الرابط اللي انا هسيبه لك ايه في التعليقات برضه. تمام. مجرد ما فتحت الرابط ده بص بيديني ايه اهو. نفس المميزات اللي هي بتاعه الاستديو، بس الفكره ان دي شهر واحد وده 3 تريال برضه مجاني، مش هدفع اي حاجه. فانا ممكن كل شهر مثلا استخدم جيميل واخد شهر مجاني وهكذا. الطريقه دي ما شفتش حد عربي شرحها خالص يعني، ولا اجنبي. تمام. طب ايه الميزه في دي؟ الميزه في دي ان انت ممكن الفيزا الواحده تعمل بيها 3 او 4 مرات. طب انا ينفع الفيزا الواحده اعمل بيها 3 او 4 مرات في الاشتراك اللي هو الطلاب ده؟ لا، لو عملت بيها مره واحده بس هترقوا جيت تحطها في اكونت انا هيبوظ معاك وهيرفض اصلا يعني. تمام. لكن دي اللي هو اشتراك الشهر ده لا، ممكن تعمله في اي اكونت عادي وفي كذا اكونت عادي. تمام. من هنا بدوس جيت ستارت. تمام. ومن هنا بدوس بختار دي الاشتراك في جوجل اي برو. تمام. هو ما كانش قابل معايا عشان انا كنت قافل الفيزا عندي، لان انا الفيزا دي مطلعها من ابلكيشن اسمه وايز، فبقدر اتحكم في الفيزا اقفلها واشغلها براحتي. فانا كنت قافلها ودلوقتي شغلتها. انا هجرب نص اشتراك وكده اشترك معانا عادي واتفعلت عادي بدون اي مشكله. لو وصلت لحد هنا بتستشفى تصلي على النبي وتشترك في القناه لو حاسس ان انا ممكن افيدك فيما بعد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.